أنا والدة الطفلة ملاك إسماعيل الحسون من سكان راس العين المناجير. نزحنا على مخيم وشوكان توينة. حبلت بنتي بالمخيم، أثناء الحمل صار معي مشاكل بالحمل، توسع بالكلوة وبحصة. عالجوني، طبعا ما عندي قدرة أطلع برا أتعالج، عالجني مركز الهلال الأحمر الكردي. عالجوني، مقررين علي عمليات، بس القابلة ربيعة ساعدتني على الولادة وظلت معي لآخر يوم ولادة طبيعية. بعد ما خلفت بنتي صار مع بنتي سوء تغذية، ما عندي قدرة أطلع برا. رجعت على الهلال، مركز الهلال الأحمر الكردي، ساعد بنتي الدكتور وائل، والروضة كمان ساعدوني، بعثوني على مراكز برا، جبت لها زبدة الفستق وساعدوني بالأدوية والعلاجات، يستقبلوني بين نهار من وضعها لأنه كان بنوب، يعني ما حد، كل من يشوف بنتي يقول ما راح تعيش. لبين ما 7 أشهر بلشت بنتي تتحسن وتاكل ونشاط، والحمد لله لحد هسه مراقبيني امتى ما اجيهم يساعدوني، يعني الاسعافين والدكاترة، وحاليا مراقبيني كمان على الحمل لأن نفس المشكلة صارت معي.